السلام عليكم الاخوان والاخوات. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعرفكم على طيط حسن. اذا احنا انطلقنا من هنايا من السونتر، من المركز ديال مدينه أزرو، وسط المدينه. كنمشيو مباشره كندوزو بجانب الامن الوطني، وهنايا مجمع الصناعه التقليديه على اليسار. هنايا محطة ديال الطاكسيات اللي كيمشيو وقيلا غير هاد الفيلاجات اللي هما أقرب لمدينة أزرو، بحال سيدي عدي، بحال هاد الحي اللي هو مقابل معنا هو حي ديال القشلة. إذن كتلقاو هنايا كاين أصحاب الديسيرات وأصحاب الخضرة إلى غير ذلك. كتمشيو على اليسار شي شوية بعض الأمتار وكنخرجو. إذن قبل يعني الإنشاء ديال هاد المدينة ديال أزرو، القوافل يعني اللي كتجي من الصحراء وكتمشي لمختلف المدن الأخرى، كانوا هذا هي البلاصة فين كانوا كيستراحو. بطبيعة الحال ما كانش فيها مصوب بحال هكا بالسيما إلى غير ذلك، كانت يعني كانوا عيون طبيعية، وكانوا القوافل كيرتاحوا هنايا قبل ما يعني قبل التأسيس ديال مدينة أزرو. راه قريبة لهنايا وقريبة للصخرة نيت. الصخرة كذلك حتى هي كانت موراها كاين العين، وأزرو تقريبا كانت عامرة بالعيون يعني. ولكن هذه ديال بالضبط هذه ديال طيط حسن، وطيط نيت كتعني العين، طيط بالأمازيغية يعني العين، طيط الحسن بحال قلتي عين الحسن. هي العين يعني اللي كانت كتجلب ولا كتجلب بزاف هذوك الزوار ولا هذوك القوافل ديال التجارة لهنايا باش كيرتاحوا وعاودوا كيشدوا الرحال للمدن الأخرى باتجاه فاس، باتجاه ديال أطلس المتوسط، بحر قنيفرة إلى غير ذلك. إذن هنا كله كانوا هنا الناس كيسقيو من هاد البلاصة هادي، كلشي يبس. إذن في المقابل ديال هاد العين كاين هاد الفضاء هذا ديال المقاومين ولا المقاومة ولا الذاكرة ديال المقاومة. إذن هنا كانت واحد المدرسة ديال طيط حسن قديما وتحولت لهاد الفضاء. فرجة ممتعة.